discussions avec certains. Et puis quand on se qualifie pour une Coupe d'Afrique, les critères sont simples, c'est qu'il faut avoir du temps de jeu dans son club, le plus possible bien sûr, et puis répondre à la règle numéro 1, je serais tenté de dire, c'est-à-dire avoir un état d'esprit pour le collectif. وتمت اللائحة 3 لاعبين محليين، ويتعلق الأمر بلاعبي الوداد البيضاوي إسماعيل حداد وأمين عطوشي ولاعب الفتح الرباطي محمد الناهري. كما عرفت اللائحة غياب أشرف الأزعر لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وحكيم زياش لاعب أياكس أمستردام، وعودة كل من نبيل ديرار لاعب موناكو الفرنسي، ويوسف العربي لاعب الأخوي القطري. En ce qui concerne Omar El Kadouri, depuis le début de la saison, avec Naples, il a joué 39 minutes en tout. Lazare, c'est un peu le même cas de figure. Il a signé à Newcastle avec Rafael Benitez. Depuis le début de saison, il a fait un match de Coupe de la Ligue, c'est-à-dire 90 minutes depuis le début de saison, ça fait peu. Hakim Ziyech, c'est un petit peu différent, c'est un joueur pétri de talent. Mais j'ai toujours pour habitude de dire, en schématisant un petit peu, on ne peut pas les entasser. Donc j'ai à ce même poste, parce que c'est des joueurs offensifs qui peuvent évoluer normalement leur meilleur poste derrière un attaquant. Donc à un moment, je pense qu'il faut faire des choix. وحدد إيرفي غوناغ الناخب الوطني معايير محددة لاختيار اللاعبين. الدوري الفرنسي كان حاضرا بقوة من خلال المنادات على 9 أسماء، تلاه الدوري الإسباني ب5 لاعبين، والدوري الإنجليزي ب3 لاعبين. يذكر أن منتخب أسود الأطلس سيخوض مباراتين وديتين في الإمارات، الأولى أمام ممثلي آسيا إيران في 6 من شهر يناير من السنة القادمة، والثانية أمام منتخب فنلندا في اليوم 9 من نفس الشهر، علما أن المباراة الأولى في الكان ستكون يوم 16 من شهر يناير 2017 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. محمودي، من خلال التقرير وشفنا لائحه ضمت 26 لاعبا، بداو بجديد هذا اللائحه قبل ما نتكلموا على الاسماء الاخرى. يعني عوده يوسف العربي لاعب الخويه القطري الذي كان قد خرج من حسابات ايرفي غوناغ في فتره من الفترات الماضيه. هو اولا عماد، بما ان المدرب او الناخب الوطني اعطى لائحته فقد قضي الامر الذي فيه نصف الافتيان، لذلك فكل الامور النظريه الان لن تجدي نفعا. هل اللائحه الاختيارات التي اعتمد عليها السيد ايرفي غوناغ هل هي قد اصيب او اخطا؟ فهذه الامور كلها لن تجدي نفعا، لذلك فهو من يتحمل المسؤوليه اولا واخيرا. والمباريات في كاس افريقيا هي مساله تعطينا الدليل على انه هل كان مصاب ام اخطا. فعوده العربي اكيد انه عوده يعني كانت الكل رحب بها، بما ان على الرغم من ان كان المدرب كان عنده تحفظ من لاعبي دوريات الخليج. صحيح، كانت هناك تناقضات في العديد من القرارات التي اتخذها المدرب ايرفي غوناغ، ولكن في بعض الاحيان الظرفيه تحتم عليك في مراجعه اوراق وفي يعني حتى انك تتناقض، لكن للاسف الظرفيه حتمت عليه، لان اللاعبين الذي تم الاستعانه لبدلاء العربي لم يعطوا تلك الإضافة المرجوة من تواجدهم على رأس المنتخب. ونحن نعرف على أن كأس إفريقيا والمباريات الدولية للمنتخب الوطني تحتاج إلى شخصية قوية، تحتاج إلى مباريات إلى خبرة وإلى خبرة كبيرة، خصوصا في المباريات على كأس إفريقيا. لذلك فأعتقد على أن عودة العربي فأكون مرحب بها. طيب نبيل، أنت كلاعب يعني غياب التنافسيه لدى اللاعب اكيد كتخليه يفقد الموقع ديالو رفقه فريق ما، وهنا كان رجعوا لاشرف الازعر لاعب نيوكاسل، وكذلك عمر القادر الذي ينشط في الدوري الايطالي. كما برر ايرفي غوناغ يعني غياب التنافسيه لهذا اللاعبين هما اللي خلاو المدرب عدم الاستدعاء على هذين الاسمين. بطبيعه الحال كما قال الاخ محمودي، فالمدرب كيرجع له القرار هو الاول والاخير، وهو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال الاختيارات ديالو. فبطبيعه الحال انا متفق معاه من هذه القضيه، بان حتى اللاعب اذا فقد التنافسيه لعده المباريات فشي كيأثر على اللاعب بشكل يعني سلبي، وبالاخص مع المنتخب ديالو.
طيب، واسم آخر يعني سقط من قائمة إيرفي رونار، حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي. مبررات إيرفي رونار تواجد عديد اللاعبين الذين يلعبون في نفس المركز. هو تبرير لم يقنع العديد من المتتبعين لكرة القدم. خصنا نعرف على أن اللاعب زياش اختير كأحسن لاعب في الدوري الهولندي كممرر، كذلك وكان صانع ألعاب. لكن عندما نتكلم عن التنافسية والجاهزية فكذلك لاعبين آخرين ما لعبوش مباريات كثيرة ومع ذلك اقتنع بهم. هي مسألة اقتناع. فهو أعطى العديد من المعايير اللي تم اختيار ليست كروية، ولكن مثلا يقول على أنه في بعض اللاعبين لم يريدون الجلوس على دكة الاحتياط. لاعب عندما استدعى ولم يلعب كيف كان تصرفه مع المجموعة، وهو اعتمد على الفكر الجماعي وليس على الفكر الفردي، واعتمد على مصلحة المجموعة على مصلحة الفرد. لذلك فأريد أن أستحضر هنا مثالا كبيرا للمدرب ديدي ديشامب خلال كأس أوروبا عندما لم يستدعي اللاعب بنزيما. ونحن نعرف على قيمة اللاعب بنزيما لأنه كان يعتقد على أنه سيؤثر على المجموعة. عندما تأتي بلاعب يؤثر على المجموعة أكيد ربما محمودي، هل إيرفي رونار سيعود عن قراره يعني بعد يعني إصابة بلهندا؟ شوف عماد، هل ستكون يعني منادات على زياش لتعويض قناعات؟ شوف المدرب في بعض الأحيان تكون لديه قناعات يصعب تغييرها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشكل الانصياع للمدرب. في بعض الأحيان اللاعب لا يريد الجلوس كقيمة كلاعب زياش، ولكن بما أنه محترف والمنتخب المغربي في حاجة إليه، عندما أراد المدرب يجلس في دكة الاحتياط بإمكان اللاعب زياش في لحظة من اللحظات يحتاج المدرب في مباراة يدخل يسجل ويفرض نفسه على المدرب، يصبح عالم فريق داخل المنتخب المغربي. لذلك فعندما يستدعيك المدرب ولا تريد الجلوس على دكة الاحتياط، فأعتقد على أن هذا كذلك ينقص شيئا ما من قيمتك على أنك لاعب محترف. طيب، تكلمنا على اللاعبين المحترفين. الدوري المغربي ممثل بثلاث لاعبين في قائمة الأسود، وكما ذكرت ضم 3 لاعبين ينشطون بالدوري الاحترافي اتصالات المغرب، لاعبين من الوداد ولاعب واحد من الفتح الرباطي. دور اللاعب المحلي في قائمة رونار يلخصها لنا تقرير سفيان الراشدي. إلا بغينا يعني هذا خصنا نعطيو قيمة لبطولتنا الوطنية، وقيمة في بطولتنا الوطنية في قيمة الفروق الكبيرة ديال الوطنية. باش يجي لاعب مغربي عنده باسبور مغربي حتى عايش في في المريخ باش يجي يلعب يدافع على بلاده، هذاك حق من حقه كما حق الناس كامل. ماشي غنمشيو باش نقول لهم اننا غنكونوا حنا الابطال، ولكن نظهروا بشكل جيد بعكس لي زيديسيون اللي كانوا داروا قبل. الأمر لا يدعو للاستغراب. تمثيلية ضعيفة للاعبي البطولة الوطنية بلاحة إيرفي رونار، انعكاس طبيعي لفشل الدوري في تسويق لاعبين للمستوى العالي للاحتراف بأكبر الدوريات العالمية. إقبال ضعيف على المنتوج المحلي الذي فقد بريقه ولم يعد يغري كما كان عليه الحال في سنوات مضت كانت فيها البطولة الأوروبية لا تخلو من أسماء كتبت شهادة ميلادها بالدوري المحلي، إلا أن أشياء كثيرة تغيرت اليوم. كاين دو بروسيسوس اللي صعاب. البروسيسوس الصعيب هو ماشي ممنوع باش يجي لاعب مغربي عنده باسبور مغربي حتى عايش في المريخ باش يجي يلعب يدافع على بلاده، هذاك حق من حقه كما حق الناس كامل. لكن اسكو لو نيفو اي لو ميم باللعاب اللي هنا؟ كاين ان ديسكور نيجاتيف اللي يرجع كاع البطوله المغربيه ضعيفه وكاع لي زونترينور ضعاف وكاع لي جوار ضعاف. سي ان ديسكور داجون دو جوار اللي من هيك. الديسكور هنا في المغرب اسكو اللاعبين اللي يجيو من برا اسكو احسن من اللي راهم هنا؟ اسكو يعطيو اسكو يعرفوا لافريك؟ اسكو يفون جوي اون افريك؟ راهم اسكو يعرفوا ادغال افريقيا؟ اسكو عندهم اسكو ما عندهمش؟ انا نظن سي ان طابو هذا لازم تكون عليه قاعده كبيره، ولازم الناس تاخذ يعني بجديه هذا الموضوع باش تتنحى الحساسيه. قد
يحمل البعض المسؤولية للأطر التي أشرفت على تدبير شؤون المنتخب الوطنية والتي جعلت من اللاعب المحترف الخيار الأول، فيما ظل لاعب البطولة في قاعة الانتظار ينتظر دورا لم يحن بعد. وما زاد الطين بلة وضع الثقة في عدد من اللاعبين المحترفين ممن يفتقدون لشرعية المنافسة على أعلى مستوى على حساب لاعبين محليين يصنعون تألق أنديتهم أسبوعيا بدور المحترفين. احنا الى كنا من التجارب اللي مرت ومن التجارب اللي دائما تنبقاو تنهلوا بها دائما الفريق ديال السبعينات، الفريق ديال الثمانينات والفريق ديال التسعينات، وشفنا الطريقه كيفاش كانت. الا بغينا يعني هذا خصنا نعطيو قيمه لبطولتنا الوطنيه، وقيمه في بطولتنا الوطنيه في قيمه الفروق الكبيره ديال الوطنيه، باش باعتمادات اللي تكون جد مهمه سواء من ناحيه اللاعبين اللي يكون من المستوى العالي، سواء من المؤطرين اللي خصو الكفاءه فكتجلى فيهم فهاد الفروق الكبيره، لان هي اللي دائما تتكون القاطره وهي اللي كتغذي المنتخبات الوطنيه. هي مساله ثقه، حنا ما ثايقينش ما كنثيقوش في اللاعب المحلي. الوقت اللي غادي نبداو نثيقوا في اللاعب المحلي ونخليوه يعني نخليوه يتدرج عبر المراحل العمريه في المنتخبات، في ذاك الحين يعني غيكون عندنا منتخب قوي جدا. المنتخب الرديف جاء ليعوض منتوج البطولة، إلا أنه لم يشفي غليلهم. هم من يدفعون ضريبة التكوين الذي ينهل من الهواية ويعمق جراح الكرة المغربية، ما يوسع الهوة بينهم وبين أبناء جدتهم ممن تكونوا على أعلى مستوى بأوروبا. أنا كنظن عدة لاعبين عندهم مكانة ديالهم بكل صراحة. زاروا هناك لاعبين اخرون لان عندهم مؤهلات تقنيه ولا سيما الطقوس اللي غتلعب في كاس افريقيا، الحراره ولا يعني المحيط الافريقي من الصعب يلعب واحد اللاعب كيلعب في درجه منخفضه اقل من الصفر في هذاك الطقوس هذا، دونك غتكون عنده واحد لا بريسيون ديال الكليماتيك بلوس يعني ولكن تبقى دائما المدرب هو المسؤول الوحيد على الاختيارات ديالو. دو توت فاسون كاينين لاعبين اللي في المستوى الكبير اللي يمكن يكونوا يديروا نتيجه جيده، ولا سيما ان لو ستاف تكنيك لونترينور غير فيرونار عارف اللاعبين عنده اكسبيريونس افريكان. لائحة ويرفرونار الأولية التي تشهد حضورا وازنا للاعبين المحترفين تضع المنظومة الكروية بأكملها في قفص الاتهام. إلى أين المسير؟ ومتى سنعيد الاعتبار للاعب المحلي الذي تراجعت أسهمه كثيرا في بورصة الكرة الإفريقية؟ دوكا مادام كاين اونترينور معين وكلش الفو ليدي الفو الناس الكل توقف معاه، الفو حتى اخر سي فيني دوكا الفو ما بقاش دوكا النيجاتيف، رجعوا كل شيء بوزيتيف وربي يسهل الامور على كل واحد. محمودي، مكانة اللاعب المحلي ولاعب الدوري الاحترافي اتصالات المغرب في منظومة